عايز تعرف نسبة الدهون في جسمك بطريقة سهلة ورخيصة من غير انبادي ولا أجهزة معقدة وغالية. في الفيديو ده هعرفك طريقة بسيطة وسهلة وبخلي كل العملاء معايا يعملوها. تقدر تعملها لوحدك في البيت باستخدام المازورة، بس تابع معايا للآخر. وزنك لوحده مش كفاية عشان تعرف جسمك فيه دهون قد إيه، لأن الوزن ده فيه عضلات ودهون ومية وعظم. ممكن واحد يكون وزنه 70 كيلو زي ده، وزي ما أنت شايف نسبة الدهون قليلة وجسمه رياضي، أكتر من التاني اللي وزنه برده 70 كيلو بس نسبة الدهون عالية زي ما أنت شايف. عشان كده لازم تحسب نسبة الدهون مش الوزن بس. عشان تحسب نسبة الدهون كل اللي هتحتاجه 3 حاجات: مازورة وورقة وقلم عشان تسجل الأرقام. لو مش بتحب الحسابات ممكن تستخدم الموبايل عشان نحطهم في معادله على موقع فات كالكوليتر. اول حاجه هنعمل 3 قياسات مهمين جدا: 1 محيط الرقبه، 2 محيط الوسط او الخصر، 3 محيط الورك او الحوض. في شويه حاجات لازم تعرفها في الاول، واحنا بنقيس لازم تقيس على الجلد مباشره. انا حاولت البس حاجه ضيقه عشان اغراض التصوير، بس انت لما تيجي تقيس لازم تقيس على الجلد عشان دقه القياس. مهم ما تكونش شاف بطنك ولا مرخيها، يعني خلي الموضوع طبيعي. هنقيس من فوق السره عند اضيق مكان في الوسط، تلفها حوالين وسطك بنفس المستوى، يعني ما ينفعش تكون عاليه من قدام وواطيه من ورا. وانت بتاخد المقاس ما تشدش المازوره قوي على بطنك ولا ترخيها. هناخد محيط الوسط اللي طلع 80، ومحيط الفخذ او الارداف هنقيس من اعرض منطقه واكبر منطقه، ومحيط الرقبه هنقيس من عند تفاحه ادم وهنلف المازوره حواليها. بالنسبه للوزن ليه برضه طريقه مثاليه للقياس، وهي هتكون الصبح اول لما تصحى من النوم على معده فاضيه، هتدخل الحمام بعدين هتقف على الميزان بالشورت فقط. ولو ما عندكش ميزان في البيت ممكن تثبت طريقه القياس والوزن اللي انت بتوزن عليه كل مره، هتبقى مقبوله برضه كحل وسط. يعني يكون الصبح بدري يعني على نفس الميزان ونفس الهدوم اللي انت بتلبسها كل مره. خلاص كده جمعنا كل القياسات. دلوقتي في معادله نقدر نستخدمها لحساب نسبه الدهون، بس الاسهل انك انت تحط الارقام دي في اي موقع او تطبيق على الموبايل وهيحسبها لك في ثانيه. طيب عشان ما اطولش عليكم هنفتح الموقع ونحط القياسات. هتلاقيه محدد لك خيارات: اول حاجه راجل او ست. في طريقه او معادلتين احنا هنستخدم متريك يونتس. هنحط الارقام اللي احنا طلعناها: السن هتكتب سنك، الوزن هنكتب وزنك اللي طلع على الميزان، وفي خانه الطول هتدخل طولك، ومحيط الرقبه اللي انت لسه قايسه، ومحيط الوسط نفس الكلام، ومحيط الفخذ لو انت ست. وزي ما انت شايف بيكون في رسمه بتحدد درجات ونسبه دهونك، والنسبه دي عند الرجاله غير الستات. يعني انا نسبه دهوني طلعت 13.4% اللي هي تقريبا 10 كيلو، وكثافه الجسم من غير دهون 65 كيلو. والمؤشر اللي قدامك بيحدد نسبه الدهون في جسمك. الاخضر هيبقى طبيعي، فوق كده هيبقى زياده، تحت كده هيبقى ناقص. وخلي بالك لو انت في اللون الاحمر فده خطر على حياتك. بعد ما تعرف نسبه الدهون لو كانت عاليه فانت محتاج تقلل سعراتك وتحسن نظامك الغذائي، ولو طلعت كويسه فحافظ عليها بالرياضه والاكل الصحي. والقياسات دي لازم تكررها كل اسبوع او اسبوعين عشان تتابع تقدمك. ولو حاسس ان الموضوع صعب وعايز نحسب لك سعراتك واصمم لك البرنامج الغذائي والتدريبي واتابعك يوميا واتابع تقدمك اسبوعيا، تقدر تبعت لي رساله عشان ابعت لك تفاصيل المتابعه. ولو مهتم تعرف ازاي تلتزم بنظام غذائي ومثالي فتقدر تشوفه من هنا. ولو الفيديو عجبك دوس لايك واشتراك للقناه عشان يوصلك كل جديد في التغذيه والرياضه. لو عندك اي سؤال اكتبه في الكومنتات وانا هرد عليك. سلام.